السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهاردة مميز جدا وجميل جدا. من كيلو دقيق واحد بس هنطلع الفطاير المشكلة الجميلة دي، وكمان بحشوات مختلفة. حضريها بقى مرة واحدة كده وشيليها في الفريزر، هتنفع معاكي جدا في الفطار وفي اللانش بوكس. انسي السندوتشات والفينو. هقولك على السر كمان اللي يخليها تفضل معاكي وقت طويل كده في الفريزر من غير ما تفتفت ولا تبرول منك. وهنتكلم على كل المقادير بالتفصيل وعلى سر التسوية المظبوطة عشان تطلع معاكي بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. وبسيبلك كل المقادير مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو بالكوباية وبالجرام، علشان لما تيجي تجربي الوصفة تطلع ناجحة معاكي من اول مرة. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. ان شاء الله هتستفادوا منها. اول حاجة معايا هنا 300 جرام من المية، بما يعادل كده كوباية ونص من مج الشاي الموجود عندنا في كل البيت. الكوباية ما تكونش مليانة للاخر كده مسحة، زي ما تكوني بتعملي كده الشاي بيكون الكوباية ناقصة كده من فوق شوية. كده هتعمل معاكي 300 ملي من المية او 300 جرام من المية. ضفت على المية ظرف من الخميرة الفورية حوالي 10 جرام، ومعلقة كبيرة من السكر. قلبتهم كده مع بعض لحد ما السكر داب، وسبتهم حوالي دقيقة او دقيقتين كده. الخميرة تفاعلت معايا وعملت فقاعات كده على الوش. بعد كده هنزل 3 معالق كبار من السكر. مقدار السكر كله اللي انا استخدمته حوالي 70 جرام. ضفت كمان معلقتين من لبن البودرة وممكن تستغني عنهم، حوالي كده 30 جرام. وضفت ربع كوباية من الزيت حوالي 50 جرام، وعلبة زبادي صغيرة اللي هي 75 جرام. هنقلب كل المكونات بتاعتنا كده مع بعض، وتعالوا نشوف المواد الجافة بتاعتنا. معايا هنا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، حوالي 7 كوبايات من مج الشاي الموجود عندنا في كل بيت. ضفت عليهم معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وده المكون بقى اللي قلتلكم عليه اللي هيحافظ لنا على المخبوزات بتاعتنا فترة طويلة من غير ما تبرول ولا تفتفت مننا. وهو عبارة عن ايه؟ نص كوباية من المية، معلقتين كبار من الدقيق من مقدار الدقيق اللي معانا. هنقلبهم كده مع بعض ونرفعهم على نار هادية جدا مع التقليب المستمر لحد ما يكونوا لنا عجينة بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. العجينة دي بتحافظ لنا على المخبوزات ما تبرولش مننا وتعيش معانا فترة طويلة وتفضل طرية بالشكل ده. طبعا بنستخدمها بعد ما تبرد تماما. ودي اول نقطة. النقطة التانية هقولها لكم برضو واحنا شغالين كده مع بعض. طبعا انا ضفت كل المواد السائلة بتاعتي على الدقيق وبدأت اقلب بالمعلقة زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هبدأ اعجن بقى بايدي علشان احس العجينة، وهنضيف لها باقي كمية السوائل بالتدريج. ولو عندك عجان اشتغلي في العجان على طول، هيكون افضل بكتير. برضو لو تعبت من العجن هقولك برضو تعملي ايه واحنا شغالين كده مع بعض. طبعا مقدار السوائل اللي انا ضفتها في الاول دي مش مقدار السوائل كلها، زي ما احنا متفقين دايما ولو متابعيني على القناة اني دايما بقول لكم ان السوائل بنضيفها بالتدريج علشان نخدم العجينة كويس جدا، مش عشان احنا مش عارفين مقدار السوائل، لا، عشان اخر شوية كده من السوائل بنخليهم للاخر، نضيفهم نقطة نقطة كده واحنا بنلت العجينة. ودي تاني نقطة قلتلكم عليها، بتحافظ لنا على المعجنات تفضل وقت طويل من غير ما تبرول. انا هنا بوريكم اخدت نص كوباية من المية، حوالي كده 100 جرام من المية. وصلت معايا العجينة بالشكل ده. خلاص العجينة اكتفت من السوائل وبقت معايا بالملمس الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هضيف لها حوالي 50 جرام من الزبدة الطرية بدرجة حرارة المطبخ علشان نلت العجينة بتاعتنا بقى بالزبدة كده، بتديها ريحة وطعم جميل جدا. طب لو مش متوفر عندك زبدة ممكن تستخدمي سمنة. مش متوفر سمنة ممكن تضيفي مقدار زيت مع الزيت اللي احنا ضفناه من الاول، يعني بدل ربع كوباية هتضيفي نص كوباية من الزيت. واهم نقطة بقى في اي معجنات لازم نخدمها صح. لو متابعيني على القناة دايما بقول لكم لازم نخدم المعجنات صح عشان تدينا افضل نتيجة. لازم نلت العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لو على الرخامة او في الطبق مفيش اي مشكلة، المهم تعجنيها كويس جدا. طب لو تعبتي غطيها كده وسيبيها دقيقتين وارجعي اعجنيها تاني، مش هتاخد منك وقت خالص. بعد ما لتيت العجينة بتاعتي بقى كويس جدا وبقى ملمسها ناعم بالشكل ده، عجينة طرية كده بتلزق تلزيقة خفيفة كده في الايد، هجيب الطبق بتاعي فيه معلقة كبيرة من الزيت وهغطيها واسيبها تخمر معايا حوالي كده ساعة الا ربع او ساعة على حسب الجو عندك. في الوقت ده هنحضر الحشوة بتاعتنا. والحشوة بتاعتي بصراحة كانت جاهزة عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا بصراحة كده بجيب كيلو من اللحمة المفرومة وبعصقها كلها مرة واحدة. تنفع معايا بقى بشاميل، تنفع معايا للجلاش، تنفع معايا اي حشوات بالشكل ده.
فكانت متوفرة عندي في الفريزر. اخدت منها شوية بالشكل ده على شوية من الميكس الجبن، موتزاريلا بقى على رومي على شيدر اللي متوفر عندك. طب لو مش متوفر لحمة مفرومة ممكن تعملي جبنة بس، مفيش اي مشكلة. ممكن تعملي جبنة فيتا عادي خالص. ممكن تعملي الفطاير بتاعتنا سادة وبعد كده تحشيها بعد التسوية زي ما تحبي، اي حاجة متوفرة عندك. هنا بقى كانت العجينة بتاعتنا خمرت، شايفين الجمال ما شاء الله، عجينة هشة وخفيفة وجميلة جدا، عاملة زي الملبن كده ما شاء الله عليها، جميلة جدا. هنزلها على الرخامة وهبط الخمر بتاعها وابدأ اقطعها بقى لقطع صغيرة على حسب الحجم اللي انت عايزاه. كمان ممكن تقطعيها في الطبق زي ما هي، مفيش اي مشكلة، بس طبعا انا نزلتها على الرخامة عشان كل حاجة تكون واضحة قدامكم كده. انا هنا جبت الميزان علشان اوزن القطع اللي انا هعملها، عشان بس كل القطع تكون قد بعضها. لكن انت لو مش عندك ميزان ممكن بالنظر كده زي ما تحبي بقى الحجم اللي انت عايزاه. شايفين انا بلف العجينة ازاي؟ انا عملت العجينة حوالي كده 50 جرام، كان الحجم بتاعها معقول جدا، خصوصا يعني ان احنا بنعملها فطاير لللانش بوكس، فعايزين حجمها يكون معقول صغير كده علشان ما تبقاش كبيرة مع الولاد. شايفين بلف العجينة بالشكل ده وبحطها بقى على الرخامة كده او على طبق مدهون مسحة زيت خفيفة جدا. شايفين بلف العجينة بالشكل ده، بكورها كده، احاول اسويها والسطح بتاعها يكون املس كده وناعم، وبحطها بقى جنبي كده مسحة الرخامة بمسحة زيت خفيفة جدا. بعد ما خلصت الكمية كلها اغطيها بقى بكيس كده وبعد كده بفوطة واسيبها حوالي دقيقة او دقيقتين، او ممكن تشتغلي في اول واحدة انت قطعتيها على طول. بمسح مكاني كده بقى بمسحة خفيفة جدا من الزيت، علشان طبعا العجينة بتاعتنا طرية، بس يعني حاجة بسيطة جدا ما تكتريش زيت. بفرد بقى الكورة بتاعتي كده بايديا زي ما شفتم كده بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. اظن كل حاجة واضحة في الفيديو، لا هي خفيفة قوي ولا هي تخينة قوي، يا دوب فردتها كده حاجة بسيطة. بعد كده بحط الحشوة بتاعتي وابدأ اقفلها بالشكل ده. هنا دي ما كانتش واضحة قوي، هعمل لكم كمان واحدة كده علشان تشوفوا التقفيلة بالظبط. انا هنا عملت شكل مثلث كده او شكل حجاب بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تحطيها في الصينية التقفيلة من فوق وممكن تحطيها من تحت. انا بفضل التقفيلة من تحت عشان يكون الشكل كده من فوق شكله حلو، وكمان التقفيلة من تحت علشان ما تفتحش معانا وقت التسوية ووقت التخمير. تعالوا نشوف انا عملت التانية دي ازاي عشان تركزوا في التقفيلة بالظبط، علشان المثلث او الحجاب بتاعنا يطلع اضلاعه كلها قد بعضها، ما تبقاش فيه حاجة كبيرة وحاجة صغيرة. شايفين طبعا الفيديو موضح كل حاجة، انا مش هعرف اشرح لكم زي ما هو واضح قدامكم. الطريقة سهلة وبسيطة والشكل جميل جدا. طبعا انا في الفيديو هعمل لكم 3 اشكال للفطائر وبحشوات مختلفة، وانت اللي عندك بقى شغلي دماغك كده واحشي اي حاجة. ممكن تعملي الشكل التاني اللي احنا هنعمله دلوقتي مع بعض من غير اي حاجة، سادة خالص، وبعد كده تحشيه براحتك زي ما تحبي. بعد كده الفطاير اللي احنا بنخلصها بنحطها في الصينية مدهونة شوية صغيرين جدا من الزيت، عشان الفطاير بتاعتنا تكون تسويتها كده مظبوطة من القاع وتاخد لون جميل جدا. شايفين التقفيلة؟ نقفل بقى كويس جدا كده عشان ما تفتحش وقت التخمير. تعالوا بقى نشوف الحشوة التانية. انا كان عندي هنا شوية من السوسيس، حطيت معاهم شوية من ميكس الجبن، برضو قطعت السوسيس كده قطع صغيرة. وهنا مش بفرد الكورة بتاعه العجين، بفردها خالص، يا دوب كده بفتحها عشان احط الحشوة. وبعد كده معايا هنا شوية من المية، حط عليهم معلقة صغيرة من السكر وشوية من السمسم المتحمص. انا حبيت اعمل الشكل ده زي ما يكون كده سندوتش بالعيش الكايزر. لو عندك بقى برجر من اللي احنا كنا عاملينه قبل كده سويه كده واحشي بيه الشكل ده، هيكون عامل كده زي سندوتش البرجر المقفول على نفسه كده، شكله جميل جدا. فاكرين لما عملت معاكم اصابع الناجتس وقلت لكم انا عامله شويه من البرجر علشان هنعمل بيهم وصفه تانية؟ انا كنت عايزه اعمل بيهم الشكل ده، بس بصراحه كانوا خلصوا، الولاد كل يوم يطلعوا منهم، فخلصوا الكميه اللي انا كنت عاملاها. قلت خلاص هعمل لكم الشكل برضو بس بحشوه تانية واقول لكم عليها في الفيديو. انا بحط بقى الفطاير بتاعتي كده في المية وبعد كده في السمسم عشان يمسك عليها كمية من السمسم، وبحطها برضو في الصينية على طول وبضغط عليها ضغطة خفيفة كده. تعالوا بقى نشوف الشكل الاخير والحشوة الاخيرة. طبعا مادام عملنا فطاير يبقى لازم اعمل لهم فطاير حلوة، وطبعا هم بيحبوا الشوكولاتة، فكان عندي شوية كده من الشوكولات شيبس، حطيت كده في قلب الفطيرة بتاعتي، وبعد كده هنبدأ نقطعها من الاطراف بالشكل ده تقطيعة بسيطة كده،
وهنلفها زي المولتو كده او الكرواسون، يعني حاجة كده زي الشكل ده، وكمان بحشوة الشوكولاتة. شايفين بقى الكيلو دي طلع معانا كذا وصفة ازاي، حاجة كده من الاخر جميل جدا. وكانوا كلهم ما شاء الله عليهم عجينة هشة وخفيفة، والحشوة فيهم طعمها جميل جدا. انا قفلت بقى الفطيرة بتاعتي بالشكل ده. هوريكم كمان واحدة عشان تشوفوا انا عملت ايه. ممكن طبعا بدل الشوكولات شيبس تحطي اي شوكولاتة موجودة عندك او اي حشوة انتي حباها غير كده. بقفل كويس جدا على اي حشوة بنحطها علشان طبعا ما تطلعش معانا وقت التسوية. شايفين؟ ببدأ بقى الفها لفة صغيرة كده، وبرضو بحطها في الصينية مسحها مسحة زيت خفيفة جدا. بغطي الفطاير بتاعتي بقى واسيبها كده حوالي نص ساعة او تلت ساعة علشان تخمر معايا. وهي بتخمر وقت التخمير بنشغل الفرن بتاعنا علشان يسخن كويس جدا، لان دي اهم نقطة في نجاح المعجنات بتاعتك وقت التسوية. تعالوا نشوف هنا انا عملت ايه بعد كده. لما المعجنات بتاعتي خمرت معايا هنا البخاخة بتاعتي فيها شوية من اللبن الحليب، عليهم معلقة كبيرة من السكر، دوبتهم كويس جدا كده، ورشيت وش الفطاير بتاعتي. والفطاير اللي هي بحشوة اللحمة المفرومة حطيت عليها كده زيتونة من فوق عشان يديها شكل حلو، ودي اختياري لو مش حابة تعمليها. وهنا الفطاير اللي بالشوكولات شيبس او الشوكولاتة، شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله جميلة جدا. تعالوا بقى نتكلم على التسوية المظبوطة. طبعا الفرن لازم يكون سخن كويس جدا قبل ما بندخل المعجنات. لو هتشتغل الفرن البوتاجاز النار بتكون شغالة من تحت بس على نار عالية. بنحط الشبكة على الرف الاخير اللي مقارب لارضية الفرن، وبنحط الستاك بتاعنا، وكل شوية نبص عليه نلففه الناحية دي شوية والناحية دي شوية عشان ياخد لون موحد وتسوية موحدة. هي بتاخد في الفرن من 15 دقيقة ل20 دقيقة، المفروض ما تقعدش اكتر من كده علشان ما تنشفش منك. لو حسيتيها ما اخدتش لون من فوق ممكن تشغلي الشواية كده اخر ثانية كده او اخر دقيقة، بس اهم حاجة تاخدي بالك منها طول ما هي في الفرن علشان تاخد تسويتها المظبوطة. طبعا بعد ما بتطلع من الفرن بنرشها تاني بالبخاخ باللبن علشان تطرى معانا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بنغطيها ونسيبها في الصاج كده حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، بترد كده من حرارة الفرن وبتبقى طرية معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. ولو هتشتغلي في الفرن الكبير اللي هو بتاع الخبيز طبعا النار بتكون هادية من تحت، لان طبعا الصاج بيكون على ارضية الفرن، وكمان الجوانب كده بتكون برضو على الهادي. اهم حاجة تاخدي بالك منها طول ما هي في الفرن، تلففي الصاج الناحية دي شوية والناحية دي شوية عشان ياخد تسويته ولونه المظبوط. وزي ما انتوا شايفين انا ما دهنتش المعجنات بتاعتي يعني بصفار بيض ولا باي حاجة ولا بقهوة علشان تدينا اللون الجميل ده. انا يدوب كده بشوية لبن، وانتوا عارفين لو متابعيني على القناة ان انا بحب ادهن المعجنات يا اما بلبن حليب او بمية المتوفر عندي. كمان مش بحب ادهن صفار البيض، هو صحيح بيدي لون حلو بس بيكون فيه ريحة كده للمعجنات، خصوصا ان انا بشيلها في الفريزر وبتقعد معايا وقت طويل. فما توقفيش نفسك على حاجة، اللي متوفر عندك اشتغل بيه. وعايزه اقول لكم كمان ده لونها الطبيعي في اضاءة النهار، شايفين ما شاء الله جميلة جدا. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى ان يكون عجبكم واتمنى ان انتوا تجربوه، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وتسيبولي تعليق صغير كده تحت الفيديو لانه بيفرحني وبيشجعني جدا. وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.